هجوم شديد من الناس مليان عبث على اللغة في مسلسل رسالة الإمام. طب ليه أنا شايف إن الهجوم دوت بدون أي داعي وأزمة ملهاش حرفيا 30 لازمة؟ أولا، من الطبيعي إن أهل مصر ما يكونوش بيتكلموا فصحى صرف، لأننا أساسا عمرنا ما اتكلمنا فصحى صرف. اللغة الفصحى ما كانت لغتنا أساسا، لأن اللغة العربية ما هياش لغتنا الأساسية. اللغة المصرية القديمة فضلت تتطور مع كل احتلال بيخش عليها، مع كل حد بيدخل علينا، سواء بقى روم، فرس، يونان، رومان. فضلت لغة المصريين القدماء تتطور، تاخد من اللغة وتطور من نفسها، وتطور اللغة مع كل محتل أو كل غازي بيخش لنا. وفضلت اللغة تتطور ما بين محتل لمحتل وهكذا، لحد ما دخلت اللغة العربية على مصر مع الفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص. ومع الفتح الإسلامي بدأت اللغة العربية تخش لغة. اللغة المصرية وقتها بقت لغة عربية ممزوجة بكلمات مصرية. وعلى فكرة أغلب الكلمات دي لحد النهاردة احنا بنستخدمها، فده أكبر دليل إن احنا عمرنا ما اتكلمنا فصحى صرف. والكلمات دي احنا بنستخدمها لحد النهاردة، زي طنش وياما وكاني وماني. حتى كلمة ست دي كلمة مصرية عامية مش لغة فصحى. والأكيد عمرنا ما اتكلمنا لغة عربية فصحى. كده دايما بنقول مصر مش عربية ولا يونانية ولا رومانية ولا أي حاجة. مصر مصرية. مصر هي مزيج من كل دوت. هي مصر عبارة عن كل حضارة أو كل حاجة بتخش لها الحضارة المصرية مصر بتهضمها وبتحولها لمصر، بتمصرها بمعنى أصح. احنا كنا بنتكلم زي ما قلنا اللغة المصرية، خلينا نسميها لغة المصريين القدماء المتطورة اللي هي بتتطور يعني، لحد ما جت اللغة العربية مع الفتح الإسلامي لمصر، وبقينا بنتكلم لغة فصحى ومعاها برضو كلمات بالعامية. عشان كده استحالة تلاقي أي حد بيتكلم لغة عربية فصحى في المنطقة العربية بتاعتنا غير الجزيرة العربية وقتها، لأن هي اللغة اللي لغتهم الأصل. الفتح كان بيخش أي دولة عربية بتتكلم حاجة تانية وبيبتدوا يتعلموا عربي، فما بيتكلموش الفصحى الصرف اللي أنت ممكن تكون فاكرها. لأ، بتبقى لغة زي تونس والمغرب، ليبيا، أيا كان كل الدول العربية، السودان، ليهم لهجتهم. هتلاقي إنها عربي بس ليه طابع البلد نفسه. يعني لكل بلد لهجة عربية، طابع عربي، مش فصحى. عشان كده احنا عمرنا ما اتكلمنا فصحى. دي كانت أول أزمة ملهاش لازمة. تاني أزمة ملهاش لازمة هي إن الإمام بيتكلم بالعامية. واحد فينا لما بيقابل واحد تاني عربي برضه بيتكلم عربي بس لهجة تانية، بتبتدي تسمع كلمات غريبة على ودانك، كلمات انت ما بتستخدمهاش، زي تونس برشا، أو في ليبيا كلمات ليهم لهجتهم، أو لكل لهجة عربية طابع خاص. فانت لما بتروح اي دولة من دولت وتسمع كلمة انت بتستخدمها حاجة وهما بيستخدموها حاجة، طبيعي تستخدمها على سبيل الهزار او انك تتقرب من الناس على سبيل الضحك. احنا بنعمل كده مع المعلقين العرب، بنبتدي نستخدم كلمات من عندهم على سبيل المودة او التقرب ليهم او المحبة عموما، مش على سبيل ان احنا على سبيل التزوير في التاريخ زي ما بيقولوا. وطبيعي جدا ده يحصل مع الامام نفسه لما جه مصر. خالد النبوي في المسلسل لما كان بأول كلمة عامية قالها كان حط ايده على كتفه على صاحبه المصري وراح قايل الكلمة بالعامية وبص للناس وضحك، ان هو يعني ايه، ان انا قلتها صح، هي دي صح مش زي ما انتوا بتقولوها. مش ان هو غيرنا اللهجة ولا زورنا في التاريخ ولا اي حاجة كده. باقي المسلسل هو بيتكلم فصحى مع اي حد مش مصري، يعني اي حد مش مصري بيتكلم معاه فصحى عادي جدا. لكن لما بيجي مع حد مصري بيستخدم كام كلمة عامية كده لأن هو عايش وسط المصريين، فبي يعني التقرب منهم أو المودة أو الرحمة، مش تزوير في التاريخ زي ما الناس بتقول الإمام ولا أي حاجة من الكلام ده. في الحلقة الخامسة ما بين خالد النبوي وأروى جودة، فهو كان داخل بيسألها على حاجة مترجمة عربي، فقالت له بتتكلم فصحى عادي، وراحت قايلة في نص الكلام كلمة لسه. زي ما قلنا احنا لغتنا مش لغة عربية صرف، لا فصحى صرف يعني. فهو قال لها لسه، يعني استغرب الكلمة لأنها غريبة على ودانه، لأن هو من الجزيرة العربية مش من مصر، فكلمة لسه غريبة عليه. فهي راحت قايلة له بمنتهى البساطة ليس الآن أو لم تأتي بعد. فهو ضحك وقال لها لسه بمعنى لم تأتي بعد. حتى الحلقة موجودة، المشهد موجود على اليوتيوب تقدروا تشوفوه. لما تحتك انت بلغة بلهجة غريبة عليك، طبيعي جدا ان انت تبتدي تاخد منها وتستعملها وانت بتتكلم مع الناس اللي بيتكلموها. ده عادي جدا، واحنا اصلا كلنا بنعمله من غير ما ناخد بالنا. لما بنقابل حد مش لهجة تانية، سواء لبناني بقى، مغربي او اي حاجة. واكدت لي ان الناس ما شافتش المسلسل، كل الناس اللي بتهاجم موضوع النضارة. في صورة لخالد النبوي لابس نضارة وبيقرا ورق، فقال لك ده بيشوهوا التاريخ والإمام ما كانش بيلبس نضارة وإزاي وبتاع ومش عارف إيه. بمنتهى البساطة اللي اتفرج على المسلسل عارف إن مفيش نضارات ظهرت ولا حاجة.
دي صورة من الكواليس وهو بيقرا الورق عادي. الراجل يعني ما بيعرفش يقرا من غير نضارة، فمعاه نضارة قراية بيقرا بيها هو خالد النبوي، مش وهو الإمام الشافعي. فده يأكد لك إن الناس بقت بتقول أي كلام وأي هبد وأي حاجة، كله بيكتب وكله بيقول. وزي ما قلنا دي كانت أزمة ملهاش 30 لازمة.